خلافا لما طالبت به دول الخليج، أبدت الدوحة استعدادها لتطوير العلاقات مع طهران. في اتصال هاتفي أجراه الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأكد أمير قطر للرئيس روحاني بعد تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر أن بلاده ترحب بالتعاطي والتعاون مع طهران حسب الوكالة الإيرانية. وأعرب الشيخ تميم عن تقديره لدعم إيران حكومة وشعبا لقطر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت دوما متنامية ومتينة، وأبدى استعداده لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات والتعاون من أجل حل قضايا العالم الإسلامي. وأشار الشيخ تميم إلى أن العالم الإسلامي يمر حاليا بظروف عسرة، وأن حل مشاكله بحاجة إلى تغليب الحكمة والحوار. من جهته أكد روحاني وقوف بلاده حكومة وشعبا إلى جانب قطر، مشددا على أن سياسة طهران مبنية على تطوير العلاقات مع الدوحة. ولفت روحاني أثناء المكالمة إلى أن مساعدة اقتصاد قطر وتطوير العلاقات وخاصة بين القطاعين الخاصين في البلدين من شأنهما أن يكون من أهدافنا المشتركة.